أهلا بكم. طبول الحرب هل بدأت تقرع في الخليج؟ سؤال ارتسم أمام عوامل رفعت سقف التوتر ودفعت العمل العسكري إلى الواجهة ليكون ضمن الخيارات المطروحة. فكيف تبدو خريطة الانتشار العسكري في الخليج؟ قطر تربطها اتفاقية عسكرية مع تركيا بدأت أنقرة بموجبها ببناء قاعدة عسكرية في الدوحة منذ 3 سنوات تتسع لأكثر من 3000 عنصر، ويتمركز نحو 350 عنصرا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة والخبراء الأتراك منذ شهر أكتوبر من عام 2015. لكن أنقرة سحبت منهم 150 جنديا إبان الانقلاب ضد أردوغان. وفي قطر قاعدة العديد الجوية التي تعد أكبر وأهم قاعدة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. بالنسبة إلى السلاح البحري تحتل قطر المرتبة الأولى بين الدول الخليجية ب80 قطعة بحرية، تليها الإمارات ب75 قطعة بحرية والسعودية ب55 والبحرين ب39 قطعة عسكرية. فيما يتفوق سلاحا الجو السعودي والإماراتي، حيث يضم سلاح الجو السعودي 675 طائرة مقاتلة، من ضمنها 86 مقاتلة بوينغ F-15 إيجل، و70 مقاتلة من طراز F-15S، و72 من المقاتلة الأوروبية تايفون، و82 من المروحية 64 أباتشي. تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ب497 طائرة، والبحرين ب104 طائرات، وتأتي قطر في الترتيب الأخير ب72 طائرة، ولديها نظام دفاع جوي لا يشمل أي صواريخ أرض جو البعيدة أو المتوسطة المدى. من حيث عدد أفراد قوات الجيش، لدى السعودية 233,500 مقاتل، والإمارات العربية المتحدة لديها 65,000، والبحرين 13,000 مقاتل. أما في سلاح القوات البرية فلدى السعودية 7,960 دبابة، من ضمنها 442 من دبابات ME2 أبرامز، تليها الإمارات وقطر والبحرين.